ومن تأمل التاريخ وجد عظيم خطر المنافقين وما فعلوه وصنعوه بالمسلمين من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أكثر المكائد التي كادوا بها لنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. حاولوا قتله وحاولوا الوقوف مع اليهود في المكر به وبأهل الإسلام، والله عز وجل يبطل مكرهم ويرد كيدهم، ولا يزالون يحاولون ويحاولون. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع النفاق والمنافقون، بل لم يزالوا ولن يزالوا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يزال المنافقون في هذه الأمة إلى قيام الساعة، مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة في أخبار بعض هؤلاء المنافقين، ومن ذلك ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من خروج الدجال واتباع اليهود لهذا الدجال واتباع فئام من المسلمين له من الأعراب والنساء ومن على شاكلتهم ممن يتكلمون بألسنتنا ويدينون بديننا، ولكنهم ينسلخون من هذا الدين لأدنى فتنة ولأقل شبهة فيكونون في صف أعدائه وفي كذلك جنود هؤلاء الكافرين أعداء هذا الدين. من قرأ في التاريخ يجد حال هؤلاء الزنادقة الذين مكروا بهذا الدين المكر العظيم. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: المنافقون فيكم أشد شرا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله معلقا على كلام حذيفة: قال: هم الزنادقة في زماننا، إننا لن ننسى ولم ننسى ما فعله القرامطة حين هجموا على بيت الله الحرام وقتلوا من قتلوا من المسلمين بمئات الآلاف، وأخذوا الحجر وسرقوه وأرادوا أن يهدم البيت ويكسروه. إننا لن ننسى ولن ننسى ما فعله هؤلاء المنافقون ومن معهم من الزنادقة وفيهم الرافضة حين وقفوا مع المغول فكانوا سببا في دخول بلاد الإسلام بخيانتهم ومكرهم، حتى قتلوا من المسلمين 1000 أو أكثر، كما ذكر أهل التاريخ والسير كابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى، يعني أكثر من 1,000,000 نفس، حتى سارت دجلة والفرات بدمائهم فتغير لون هذا النهر فصار أحمرا، ثم هدموا مكتبات أهل الإسلام ورموا هذه الكتب في دجلة والفرات، وأعانهم على ذلك المنافقون ومن معهم من الرافضة